السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء ومكارم الأخلاق. نحتفي ونحتفل هذه الأيام بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الأولين والآخرين، خير البشر أجمعين. في ظل هذه الأيام وفي ظل احتفالنا بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد بعض المستشرقين وبعض أعداء الإسلام وبعض اللي هم نقدر نقول عليهم الأوغاد، اللي هم تطاولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساءوا له بالقول والفعل والرسومات المسيئة بغرض تفكيك الإسلام وبغرض نشر صورة عن الإسلام، صورة سيئة. يتصدر ماكرون الآن المواقع الاجتماعية والعالمية بأن الإسلام هو دين الأزمات ويفتعل الأزمات. هذا الوغد الخبيث يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكرني بمقولة لأعرابية كانت قد حبست كلبا حتى جاع جوعا شديدا، فلما خرجت به في ليلة قمراء ظهر القمر فنظر للبدر وجعل ينبح عليه على أساس أن هذا القمر رغيفا، فقالوا كلبا ينبح قمرا. فأين أنت يا وغد لكي تتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا عايز أقول لحضراتكم أن هذا التطاول بيستخدموا وراه كل المناهج الخبيثة لتوصيل رسالتهم. منها مثلا ان هم يجوا لشخص يكون جاهل بعلوم الدين، مسلم عايش في فرنسا او في اي دولة اوروبية، ويبداوا يختلقوا معاه مشكلة، فيبدا الشخص ده يبدا يرد، ما يعرفش تطاولهم وما يعرفش هم بيرموا الى ايه، فيبداوا يروحوا يغلطوه بمعنى اصح. فلما يغلط يروحوا واخدين اللقطة الأخيرة ويقولوا هذا ده شكل الإسلام. نيجي اللقطة تانية مثلا، ما في ناس ما تصبرش لكده، يعني ما تنتظرش لهذا الشكل الدرامي، فيقول لك احنا نعمل المسلسل ده، ويبدأوا ان هم يجمعوا مثلا بعض ويروحوا عاملين بقى مسلسل درامي دراماتيكي بمعنى صح، يمثلوا ان هم مسلمين ويمثلوا ان الإسلام في مشكلة، ويضربوا بعض يقولوا هذا الإسلام. طبعا دي كلها أفعال خبيثة الغرض منها النيل من الإسلام ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظهرت بعض الحاجات أو الأفكار المبهجة شفناها على وسائل السوشيال ميديا، وسائل الإعلام كلها، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي غضبة لرسول الله. في ظل هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم نجد بعض الناس يقول لك لا يا سيدي، ما ينفعش ان انت تعادي دولة زي فرنسا، ده فيها مسلمين هناك. واحد تاني يقول لك لا بقى، ما برضه هنا لو قطعنا المنتجات الفرنسية فيها هتسرح العمال، طب العمال دي هتشتغل منين؟ لا يا سيدي، العمال دي لو اتسرحت هتيجي دولة تانية بشركاتها التانية وهتستاخد نفس المكان وهتطلب عمال برضه. المقاطعة وسيلة ناجحة جدا لاقتصاديات شعوب، ونجحت كتير جدا 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 في فك اقتصاديات دول. ده اللي بإيدينا دلوقتي ان احنا نعمله. برضو يجب علينا ان احنا يكون عندنا منبر اسلامي يشرح للاسلام سماحة الاسلام. ولا ايه يا مولانا؟ مولانا اهلا بيك في مكارم الاخلاق. اهلا بيك. معلش المكالمة شديدة شوية، في الدخلة كانت صعبة لانها على الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش ان احنا نعديها كده مرور الكرام. نعم يعني كل سنة وحضرتك طيب. وانت بالصحة والسلامة، وانت بالصحة والسلامة. يعني اشكر غيرتك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاسلام، وده امر محمود ومطلوب يعني. نعم. نعم. طيب نستأذنك نطلع لفاصل قصير. تفضل يا حبيبي. مشاهدينا الاعزاء ما تروحوش بعيد، استنونا نطلع لفاصل قصير ونعود ونستكمل. هذا البرنامج برعاية عايز شركة مقاولات عامة توفر لك مخطط، تصميم، بناء، تسليم مفتاح؟ عايز شغل احترافي ومضمون ومن الآخر؟ شركة بالميرا للمقاولات العامة بالعاشر من رمضان. تمتلك الشركة أسطولا كبيرا من المعدات واللوادر. تلتزم الشركة بشروط العقود والرسومات والتقارير المطلوبة. تتميز الشركة بترابط الأعمال. بالميرا تصنع الأعمال وفق أسس وأساليب هندسية حديثة، سواء مدارس أو منازل أو مصانع. إشراف هندسي على كافة المشروعات للشركة، إدارة الجودة وإدارة الفحص والتشغيل، ضمانات على التشطيبات وعلى الأعمال البنائية كافة. بالميرا مشروع